رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي. مش هنبطل نحلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة مع الكابتن إسلام. خلصت كاس العالم الحمد لله، برغم ما تعرض له الأهلي من ظلم تحكيمي خلال الثلاث مباريات. من وجهة نظري كانت كفيلة أن النادي الأهلي ممكن يوصل للنهائي، ولكن نقول الحمد لله أن الأهلي استطاع أن يحصد المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية لرابع مرة في تاريخه. أنا هنا هتكلم عن إحساسي أنا، عن مشاعري كأحد مشجعي النادي الأهلي. أيا كانت نتيجة المباراة بتاعت النهاردة أمام أوراوا الياباني، سواء لا قدر الله كنا خسرنا، عمر الزعل على خسارة مباراة النهاردة لو لا قدر الله كنا خسرنا ما يساوي زعلنا في خسارة فلومينينزي في قبل النهائي وعدم وصولنا للنهائي. وفرحتنا بالفوز النهاردة عمره ما كان هيساوي فرحتنا بالوصول للمباراة النهائية، ولكن في الآخر نقول الحمد لله. ومن هنا أنا بعتبر إن دي بداية وليست نهاية. بعد انتهاء مباراة فلومينينزي أنا قلت إن دي آخر فرصة بالنسبة لنا إن إحنا نقدر نحقق ميدالية وإنجاز في كأس العالم للأندية. ولكن بعد ما هديت وفكرت قلت ليه لأ؟ ليه ما يفضلش طموح إن إحنا ناخد كأس العالم للأندية موجود، حتى لو هيبقى بنظامه الجديد، حتى لو هيبقى فيه 12 فرقة من أوروبا وأربع فرق أو 6 فرق من أمريكا الجنوبية. ليه ما يبقاش الطموح ده موجود؟ واحنا عندنا من الامكانيات وعندنا من الاراده وعندنا من الاصرار ان احنا نقدر نحقق نتائج. والاهلي قدم مستويات كبيره جدا في كاس العالم حتى امام فرق اوروبيه وامام فرق من امريكا الجنوبيه. يبقى ان احنا بس يبقى عندنا الاصرار في تحقيق الحلم ده. وهنا انا بتكلم ان احنا عندنا كاس العالم ان شاء الله 2025 الاهلي مشترك فيها، يعني قدامنا 3 أو 4 فترات قيد. ومن هنا لابد ان مجلس ادارة النادي الاهلي ان هو يعمل احلال وتجديد للفرقة ويختار افضل العناصر اللي موجودة على مستوى القارة، سواء لعيبة محلية او لعيبة محترفين. الجيل الحالي له كل الشكر، له كل التقدير، كل واحد قدم اقصى ما عنده في حدود امكانياته، ولكن في الاول والاخر دي امكانيات مش هنقدر نحمل حد فوق طاقته وفوق امكانياته. ولكن مجلس الاداره مطالب ان هو يجيب لعيبه عندها من الامكانيات ان لما يجي لها انصاف فرص محققه ولو فرصتين يحقق منهم هدف من انصاف الفرص اللي بتجيله. مش لعيبه محتاجه 10 فرص لاهداف محققه عشان خاطر يجيب منهم هدف او 2 ان قدروا ان هم يحرزوا منهم اهداف. ولذلك انا بوجه رساله لمجلس اداره النادي الاهلي: تحقيق طموح جماهير النادي الاهلي بالحصول على كاس العالم للانديه دي تقع تحت مسؤوليتكم. مش هوجه كلام للعيبه، مش هوجه كلام لمدير فني، مش هختص اي حد باي كلام الا مجلس الاداره اللي انا ما زلت مصمم ان هو اللي مسؤول عن تحقيق حلم جماهير النادي الاهلي بالحصول على كاس العالم للانديه. انا كده خلصت حلقتي، ويا رب دايما اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.